حد قابلني النهارده وسألني على الفيديو اللي عملته عن صاحب العربية الماتريكس اللي جايب عربية ذوي احتياجات خاصة. واخد نمر عربية عادية نفس الموديل ونفس اللون، وعمل رخصة بدل فائت للعربية التانية، وحط نمر العربية السليمة والرخصة البدل الفائت في العربية المعاقين أو عربية ذوي الاحتياجات الخاصة عشان يعرف يمشي بيها. فحد سألني بيقول لي هو ليه عمل كده، ما يروح يرخصها وخلاص. كلنا عارفين او معظمنا عارف ان اي عربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصا اللي لا يقودها الا مالكها، لازم علشان العربية نفسها ترخص يكون الشخص صاحب العربية اللي هو من ذوي الهمم معاه رخصة خاصة. ولو مش معاه رخصة العربية عمرها ما هتترخص. وبرضه كلنا عارفين ان احيانا في المرور بيترخموا عليهم وما يرضاش ينجحوا، ويتلكك له، يقول له اصل هو خبط القرطاس، اصله مش عارفه عمل ايه، اصله رجع غلط، اصله طلع غلط، ويعيدوا له الامتحان مره واثنين وثلاثه. انا اعرف ناس فضلت 3 سنين ما عرفتش تاخد الرخصه وما عرفتش ترخص العربيه، مع ان برضه كلنا عارفين ان في ناس بتروح تتصور وتمشي، لا بتمتحن ولا حاجه يعني. الرخص في مصر بتتاخد بالمزاج. فعشان كده في ناس ما بتعرفش ترخص عربيتها عشان هي ما بتعرفش تاخد الرخصة اصلا. المرور بيترخم عليهم، مش كلهم يعني عشان ما نبقاش ظلمنا حد، مش كل المرور، في مرور بيتراخم عليهم ما بيرضاش يطلع له الرخصة، ويقول لك لا يتلكك له عشان ما ينجحش وما ياخدش رخصة. بالمناسبة ده انا شفت دكتور كان في حد رايح له الكشف الطبي عشان يطلع كارت الخدمات المتكاملة، ومرضاش يكتب له نسبة الإعاقة في التقرير الطبي. ولما سألته ليه، قال لي عايزين يركبوا عربيات ببلاش. قلت له حضرتك فاهم غلط، هو بيركبش العربيه ببلاش، هو دافع ثمن العربيه. هو اللي مش دافعه او الفرق بينه وبين حضرتك ان هو مش هيدفع لا جمارك ولا ضرايب، لكن هو دافع ثمن العربيه. الدوله ما بتدلوش عربيه ببلاش، انت فاهم غلط، هو دافع قيمتها. يعني مستكترين على الناس العربيه او باصين لهم فيها